إن عملية إدارة المشاعر بتمر بمرحلتين. المرحلة الأولى بنقول عليها مرحلة التهدئة، والمرحلة الثانية مرحلة الإدارة. عمرنا ما نقدر ندير شعور إحنا ما نعرفش اسمه إيه، وعمرك ما هتعرف تدير شعور أنت ما تعرفش هو جه ليه. دي حاجة. الحاجة الثانية إن عملية إدارة المشاعر بتمر بمرحلتين. المرحلة الأولى بنقول عليها مرحلة التهدئة، والمرحلة الثانية مرحلة الإدارة. عمرك ما هتعرف تروح لمرحلة الإدارة إلا لما تعدي على مرحلة الإيه؟ التهدئة الأول. على سبيل المثال، حضرتك سايق العربية بتاعتك وبقالك ساعتين على الطريق، فالعربية عاملة إيه دلوقتي؟ سخنة، المكنة سخنة، ولا قدر الله حصل عطل في العربية، فأنت عايز توديها للميكانيكي. يلا هيشمر ويحط إيده دلوقتي ولا هيعمل إيه؟ هي دي عملية التهدئة لازم تحصل. عشان نعرف نشتغل مع حضرتك احنا لازم تعدي على مرحلة التهدئة دي الأول. بعد كده مرحلة الإدارة. تعال بقى نشوف العربية فيها إيه، تعال نشوف إيه العطل اللي جاي لك مرة واحدة.